أسوأ كلمة اتقالت لينا وصدقناها وأثّرت علينا نفسيًا بشكل كبير جدًا، أنا أي حد يتمنّاني. مثلًا تسيبي شخص فتيجي صحابِك تقول لِك أنتِ أي حد يتمنّاكِ، تلاقي نفسِك أنتِ بتقولي لنفسِك أنا أي حد يتمنّاني. وفي مثل بيقول لك ابننا يقعد على البساط ومش عارف يختار سِت البنات أو كل الأمثال دي وكل الحاجات دي بتعلّي الإيجو عندنا وبتخلّينا مش متقبّلين أبدًا مشاعر الرفض. يعني مش متقبّل أروح أقول لحد مثلًا أنا مُعجب بيكِ أو أنا عايز أرتبط بيكِ تقول لي لأ، لأ إزاي؟ ده أنا أي حد يتمنّاني. بس الحقيقة إن مش أي حد يتمنّاك ولا أي حد يتمنّاك، أنت عادي بشر ممكن تعجب شخص وما تعجبش شخص، ممكن تترفض وممكن تتقبل، مهما كنت شخص جميل جدًا وملاك أو مهما كنت شخص سيء جدًا وما حدش يطيقك. أنا كنت كده زمان، كنت باقول أنا أي حد يتمنّاني وكنت ماشي فعلًا أنا مقتنع إن أنا أي واحدة هاقول لها أنا معجب بيكِ وعايز أرتبط بيكِ، هترتبط بيّا على طول، لغاية لمّا اتقدّمت لواحدة وأهلها رفضوني، وده كان الألم اللي خدته على وشي عرّفني وحسسني فعلًا إن أنا عادي أي حد ممكن يرفضني، إن أنا مش شرط أعجب كل الناس، لإن فعلًا كل الناس مش بتعجبني. ففجأة رُحت لواحد صاحبي فقاعد معاه، فقاعد متضايق جدًا، جدًا، فبيقول لي مالك؟ فقُلت له والله رُحت اتقدّمت لواحدة وأهلها رفضوني، وأنا مش عارف أبوها رفضني على إيه، ده أنا أي حد يتمنّاني. فلقيته بيقول لي لأ أنت مش أي حد يتمنّاك. أنا خدت الكلمة بصدمة، إيه ده؟ ده أنا يا ابني ده أنا من صغري أمي بتقول لي أي حد يتمنّاني، ده أنا أبويا دايمًا بيقول لي اختار بس أنت أي واحدة وأجوّزها لك على طول، إزاي أنت تقول لي مش أي حد أنت جاي تهد لي معتقد في دماغي إن أنا مش أي حد يتمنّاني، أنت بتستهبل؟ قال لي أيوه، أنت مش أي حد يتمنّاك، أنت كل الناس بتعجبك؟ قُلت له لأ، قال لي أنت بتقبل كل الناس؟ قُلت له لأ، قال لي طب إزاي أنت عايز كل الناس تقبلك وعايز كل الناس تتمنّاك؟ مش منطقي. فأول ما ابتديت أقتنع بالconcept ده إن أنا فعلًا ممكن أترفض عادي ومش أي حد يتمنّاني ولا حاجة، أنا ابتديت آخُد مشاعر الرفض دي بصدر رحب، وابتديت أعيش فعلًا كإنسان طبيعي جدًا إن ممكن يتقبل وممكن ما يتقبلش، ممكن يتوافق عليه وممكن ما يتوافقش عليه، ممكن يتحب وممكن ما يتحبش. أول ما خدت الconcept ده وابتديت أقنع نفسي بيه وابتديت أقوله لنفسي كتير، أنا حاليًا واقف دلوقتي لو رُحت قُلت لواحدة أنا باحبِّك وقالت لي لا والله أنا مش مستعدة أدخل في علاقات، شكرًا، مع السلامة، أنا آسف وأمشي، وأنا ما عنديش أي مشكلة هازعل شوية ممكن ما فيش مشكلة من الزعل، بس مشاعر الرفض عندي مش هتبقى زي الشخص اللي رافض أصلًا إن هو يترفض، هو الconcept بتاع الرفض عنده مش موجود، مش مقبول أساسًا، فما فيش حاجة اسمها أنا أي حد يتمناني، وما فيش حاجة اسمها أقعد على البساط واختار ست البنات، لأن دي مواريث توارثناها وللأسف بقت بتأذينا نفسيًا، ولا أنتِ أي حد يتمناكِ، ولا أنت أي حد يتمناك، ولا أي حد فينا أي حد يتمناه، لأن زي ما هنلاقي ناس بتتمنانا، في ناس تانية مش هتتمنانا، زي ما هنلاقي ناس بتحبنا، في ناس تانية مش هتحبنا، لازم تدّي الشخص اللي قدامك ده حقه إنه يرفض. حقه إنه يقول رأيه، حقه إنه يعبّر عن مشاعره تجاهك، كل دي حقوق للشخص التاني أنت بتحتجرها كلّها بسبب بس اللي هو أنا أي حد يتمناني، أنا فرصة لأي بنت أدخل عليها أقول لها أنا باحبِّك، وده مش صح لإن مش كلّنا مناسبين لبعض، ومش كلّنا قاعدين مستنيين اللي تدخل تقول لنا أنا باحبك واللي يدخل يقول لها أنا باحبِّك، مش كلّنا مستنيين كده، حاول تتقبّل مشاعر الرفض دي، لإن تقبُّل مشاعر الرفض أو تقبُّل المشاعر عامةً هو أول طريق إن المشاعر دي تخرج من جوانا، فعادي جدًا إنك تترفض وعادي جدًا إنك ما تتقبلش وعادي جدًا إنك تلاقي ناس مش قابلاك وعادي جدًا إنك تلاقي ناس قابلاك وهي كده الحياة ماشية، فما فيش حاجة اسمها أنا أي حد يتمناني.